السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. واليوم مع اسرع وصفه ديال الطنجيه خفه مزربل. هنا عندي كيلو ديال اللحم، انا عندي العنقره، تقدروا ديروا حتى المريج كيجي زوين بزاف. كنزيدوا الحامض، عندي هنايا حامضه. هذا ديال الثومه، غسلوه وحيدوا له داك غير داك الجليده الفوقانيه وحطوه. واحد معلقه صغيره عامره مزيان ديال السمن، تقدروا كاع ديروا وحده ونص لا جوج. الكمون واحد معلقه كبيره عامره مزيان، حكوه غير بحال هكا. زعفران قلت لكم حجره شعره، تفرتوه مزيان. عندي هنايا غرام، واحد كاس صغير ديال الماء، وواحد كاس صغير ديال زيت الزيتون. عندك هاد المكونات ما خصكم تستغناو على حتى شي واحد فيهم حيت هما طنجيه. وما تنساوش تشتركوا عندي في القناه، خليو لي لايك وكومونتير. وصافي، راه هادشي اللي كاين في الطنجيه. غادي نسدو عليها وغادي نخليوها كطيب مده ديال ساعتين على فيها مهيله. هاهي الطنجيه ديالنا وجدات. دابا غنحيدو ديك الثومه، داك الراس ديال الثومه اللي حطيناه. هانتوما كما كتشوفوا راه بقى صاين، ولكن راه داب شويه. ودابا غادي نحطو الطنجيه ديالنا. عرفتي راه جايه خصها تبقى لكم واقفه في الزيت، ما تبقى فيها حتى شي قطيره ديال يم يم. انت راه كتشري. هانتوما المريقه كما كتشوفوا كيبقى شويه معلق محمض رائع. شوفوا لي التعليقه يم يم يم. الا جربتوها توليو مدمنين عليها. اكثريه اسهل حاجه ممكن ديروها هي هادشي. هاهي المريقه يم يم. الله يعز الماكله المغربيه، الله يعطيني الصحه. اذا هذه الوصفه ديال اليوم كنتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوليش لايك واشتركوا في القناه بالنسبه للناس الجداد، وجربوها على حسابي. ممكن تذوقوها بدي مغسول ديال الحامض اللي بغى يزيد الزيتون، انا كتعجبني بحال هكا.